قصة عباقرة الظل. الجزء الأخير، الانتصار الأعظم. بعد مواجهتهم المنظمة السرية، الكيان، والانقلاب عليهم بذكاء ودهاء، قرر عباقرة الظل أن الوقت قد حان لإنهاء رحلتهم المليئة بالمخاطر وإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة. ولكن قبل أن يطووا هذه الصفحة من حياتهم، كان هناك تحد أخير ينتظرهم، تحد سيختبر ذكاءهم وشجاعتهم إلى أقصى حد. النداء الأخير. في أحد الأيام، وبينما كانوا يحتفلون بهدوء في المقهى الذي أصبح رمز نجاحهم، وصلهم اتصال مجهول. كانت على الطرف الآخر امرأة بنبرة صوت حازمة، قالت: لا تظنوا أن الكيان انتهى. أنتم أذكى من أن تصدقوا ذلك. لدينا عرض أخير لكم. ساعدونا في فتح شبكة دولية تستغل ثروات الشعوب، وسنضمن أن تكونوا أبطالاً في عيون العالم بدلاً من مجرمين. أثارت الكلمات فضولهم، لكنهم كانوا حذرين. سأل كريم: لماذا نثق بكم؟ وكيف نضمن أننا لن نكون مجرد بيادق في لعبتكم؟ رد المرأة: لأن لديكم ما نحتاج إليه، ولدينا ما تحتاجون إليه. إنها معادلة بسيطة. القرار الكبير. بعد نقاش طويل، قرر الأربعة قبول التحدي. لكنهم اتفقوا على شيء واحد: هذه ستكون مهمتهم الأخيرة، وسيستخدمونها لتغيير مسار حياتهم وحياة الكثيرين للأفضل. الخطة النهائية. كانت المهمة تستهدف منظمة مالية كبرى تتحكم في اقتصاد العالم، تستغل الدول الفقيرة وتغرقها في الديون. وضع ريان خطة معقدة تضمنت كشف جميع العمليات غير القانونية للمنظمة وإرسالها إلى وسائل الإعلام الكبرى في العالم. بدأ سليم في اختراق أنظمة المنظمة، بينما كان كريم ينسق مع صحفيين وشبكات إعلامية لضمان نشر المعلومات في اللحظة المناسبة. أما ماهر، فقد كان في الميدان، يخترق أحد مراكز البيانات الرئيسية للمنظمة لزرع برمجية تدمير ذاتي تمنعهم من استعادة السيطرة. إذا وصلت هنا أنك متابع مميز، اترك تعليقا لأتعرف عليك. المواجهة الكبرى. خلال تنفيذ المهمة، اكتشفوا أن المنظمة اكتشفت تحركاتهم، وبدأت في إرسال عملاء لتعقبهم. وجد ماهر نفسه في مواجهة مباشرة مع أحد العملاء، واندلع شجار كاد أن يكلفه حياته، لكنه تمكن من الهرب في اللحظة الأخيرة. في الوقت نفسه، كان النظام الأمني يطارد سليم بشراسة، لكن عبقريته في البرمجة مكنته من التلاعب به، مما أعطى ريان الوقت الكافي لإرسال البيانات إلى الصحفيين. الانتصار والحرية. في لحظة حاسمة، أرسلت جميع الأدلة إلى الإعلام. اندلعت فضيحة عالمية، وبدأت التحقيقات الدولية في ممارسات المنظمة. أصبح الأربعة أبطالاً في عيون العالم، ليس فقط لأنهم كشفوا الحقيقة، ولكن لأنهم واجهوا قوى كبرى بذكاء وجرأة. حياة جديدة. بعد انتهاء المهمة، قرر كل منهم السير في طريق جديد. افتتح ريان مركزاً لتعليم البرمجة للشباب، وسليم أسس شركة أمن سيبراني، وكريم بدأ منظمة غير ربحية لدعم المبتكرين، بينما عاد ماهر إلى مسقط رأسه لبدء حياة هادئة بعيداً عن الأضواء. اجتمع الأربعة للمرة الأخيرة في المقهى، يتأملون في رحلتهم الطويلة. قال ريان بابتسامة: لقد بدأنا هذه القصة كشباب يبحثوا عن فرصة، وأنهيناها كأبطال صنعوا فرقاً حقيقياً. ابتسموا جميعاً، وهم يدركون أن ذكاءهم وشجاعتهم لم ينقذهم فقط،
بل غيروا العالم أيضا. النهاية. شكرا لمتابعتكم. ادعمونا لنواصل معكم الرحلة وشكرا.